وقف العربيه ونزلني هنا يا مجنون، انا مش عايز اموت. يا ترى مين النجم اللي قال الكلام ده وقاله لمين وايه اللي حصل يومها؟ حضر مشروبك وتعالى احكي لك الحكايه. تعال. حكايتنا النهارده عن الشاعر سيد مرسي اللي اتولد في بولاق ابو العلا وتحديدا في منطقه السبتيه 1887. الراجل ده اتولد وبعد فتره من الزمن يعني كده ظروف والده ما كانتش احسن حاجه، فما كملش تعليمه وحصل على الشهاده الابتدائيه القديمه وراح يشتغل صبي مكواجي في احد المناطق في بولاق ابو العلا. وبعد فتره حب يطور من نفسه وقال لا انا لازم بقى اروح منطقه جديده، الزمالك، جاردن سيتي، حاجه كده من الحاجات الحلوه علشان ظروفي تتعدل وتبقى الاشياء معدن. وبيروح فعلا منطقه جاردن سيتي وهناك بيشتغل في محل كبير جدا مكواجي، وبيتعرف على بنت كانت بتخدم في بيت مأمون الشناوي، وبيدور بينه وبينها قصه حب عنيفه لحد ما في يوم من الايام بيختلفوا والبنت تبطل تروح له علشان تجيب المكوى من هناك وهو عايز يصالحها. طبعا مفيش اي وسيله تواصل غير ان هو يكتب لها جوابات. وفي يوم من الايام كان مأمون الشناوي نازل عنده ميعاد مهم مع الملحن الكبير محمود الشريف والمطرب عبد الغني السيد، بيبص في جيب جاكيتته لقى في ورقه مكتوب فيها شويه كلام، بص فيه وبحلق وبرق جدا، قال ايه ده مش خطي وانا مش كاتب الكلام ده، امال مين اللي حطها هنا؟ الكلام ده جامد جدا، تعالى يا بت هنا، مين اللي حط الورقه دي في جيب جاكيتتي؟ قالت له يا بيه والله ماليش دعوه، ده الواد سيد اللي على الناصيه المكواجي بخاصمني يعني عشان احنا بنحب بعض فكاتب لي الجواب ده عشان يصالحني. قال لها بسرعه روح اندهيه. راحت البت ندهته وقالت له تعالى يا سيد كلم الاستاذ مأمون الشناوي. قال لها في ايه؟ قالت له بس تعالى انا ما اعرفش حاجه، هو عاوزك ضروري. بيقول له مين اللي كاتب الكلام ده؟ قال له انا بيه، اصلا يعني محسوبك جو كتابه وشعر. قال له طب بسرعه هات لي بقيه الكلام. بيجري سيد على المحل بيجيب النوته ويفرج وبيوري الاستاذ مأمون الشناوي بقيه الكلام اللي كان بيقول بقى ايه على الحلوه والمره، مش كنا متعهدين لتنسى بالمره عشره بقالها سنين. هنا طبعا الاستاذ مأمون الشناوي بيبرق جدا وبيعجب جدا بالكلام، وبيكلم على طول الملحن محمود الشريف وعبد الغني السيد ويقول لهم انا مش جاي الاستوديو، تعالوا لي انتوا البيت، انا وقعت على كنز. عايز اقول لكم بقى ان كل اللي فات ده كذب وتزوير واي كلام في اي كلام اتقال والناس صدقته. الحقيقه مش كده خالص. لا سيد مرسي اتولد 1887 ولا اشتغل مكواجي ولا كان في جواب ولا كان في بنت ولا كان في مأمون الشناوي راح قال لها تي من المحل عشان يجيب لي بقيه الكلام. القصه مش كده تماما، وللاسف الشديد معرفش مين اللي طلع الكلام ده وابتدى يكتبه على بيجات السوشيال ميديا والناس صدقته وعاشت بيه من يوم وفاه الاستاذ سيد مرسي 1995. قصه مش كده خالص. الاستاذ سيد مرسي اتولد سنه 1930 والراجل كان خد الابتدائيه القديمه ودي كانت شهاده كبيره جدا وقتها اتوظف بيها وكان عايش عادي جدا لحد ما ابتدى تظهر عنده موهبه الكتابه. وفي يوم من الايام قابل فعلا الملحن محمود الشريف على قهوه في وسط البلد وقال له يا استاذ انا بكتب وبقول شعر وكده، وكان محمود الشريف مش فاضي وخد بعضه ومشي. بيبص سيد في الارض لا محفظه محمود الشريف واقعه ومليانه فلوس، بياخدها على طول وبيروح تاني يوم للنقابه بيقول له هناك انا عاوز اقابل الاستاذ محمود الشريف ضروري جدا جدا. بيقولوا له في ايه؟ قال له ما ينفعش لازم اقابله شخصيا. بيقابله شخصيا وبيقول له خد يا بيه محفظتك وقعت منك امبارح على القهوه. بيبص فيها محمود الشريف وبيلاقي الفلوس زي ما هي وبيدي لسيد مرسي 5 جنيه. بيزعل سيد مرسي جدا وبيقول له لا يا بيه انا مش جاي لك عشان فلوس، انا جاي لك عشان حاجه ثانيه. فبقول له مالك في ايه؟ انا قلت لك امبارح انا راجل بكتب شعر وبقول يعني كلام اغاني حلو جدا وكمان بشتغل في الركن الفني في الاذاعه وليه اغاني كتيره جدا شعبيه وريفيه مش مشهوره بس يعني انا موجود وعندي اغاني ارقى بكتير واحلى بكتير واعلى بكتير. فبقول له طب ما تسمعني. راح مسمعه اغنيه على الحلوه والمره مش كنا متعهدين ليه تنسى بالمره عشره بقالها سنين. على طول هنا الملحن محمود الشريف بيعجب جدا بالكلمات وبيكلم عبد الغني السيد وبيقول له انا عندي كلام حلو جدا ليك وفعلا ده صوتك يا عبد الغني. لحد ما عبد الغني السيد بيروح الاذاعه المصريه وبيسجل الاغنيه وبتنزل سنه 54 وبتكسر الدنيا. وهنا بتبدا مرحله جديده في نجوميه الاستاذ سيد مرسي وهي بتتاكد نجوميه سيد مرسي وبيكتب اغاني لشاديه زي والنبي وحشتنا ولمحرم فؤاد كله ماشي، وبيكتب كمان لليلى مراد وفايزه احمد ونجاة الصغير ومادة الحناوي. وبيتعامل يعني بالبلد كده مع كل المطربين وكل الملحنين وقتها لحد ما بيقابل بليغ حمدي وبيعملوا ثنائيه كبيره جدا جدا كسرت الدنيا. وخصوصا ان الثنائيه دي كانت اغاني مشهوره جدا لورده، فكتبوا ولحنوا الورده احضنوا الايام، اشتروني، اسمعوني، وحشتوني، ليالينا، ومجموعه كبيره جدا من الاغاني فعلا خلت ورده في حته تانية خالص. ومن المواقف اللي جمعت بين سيد مره وده كان لقب يعني اتلقب بيه سيد مرسي من كتر نجاح اغنيه على الحلوه والمره. في يوم من الايام كان راكب العربيه جنب بليغ حمدي وبليغ حمدي كان معروف عنه ان هو بيسوق بسرعه جنونيه كبيره جدا. سيد مرسي قعد يصرخ وبيقول له بالراحه يا بليغ هنموت وهنعمل حادثه. طبعا بليغ حمدي ولا كانه سمع حاجه وفضل مكمل في طريقه وما وقفش غير في اشاره. هنا سيد مرسي بيبص على يمينه لقى الصحفي في اخبار اليوم محمود عوض في الاشاره واقف، فنزل جري من عربيه بليغ وركب مع محمود عوض وبيقول له الحقني يا محمود انا اروح معاك
معاك اي حته، مش هكمل طريقي مع بليغ ده مجنون وهيموتنا. قال له اركب طب واهدى، انا اصلا بسوق بالراحه. مفيش 3 دقائق بتيجي عربيه نقل وبتشيل محمود عوض الصحفي ومعاه سيد مرسي، وبيدخل المستشفى وبيقعد هناك 4 شهور. وبعد فتره وهو هناك في المستشفى راح له عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب وقالوا له احنا بننتج فيلم اسمه حكايتي مع الزمان وعاوزين اغنيه منك لورده علشان تغنيها في الفيلم. الراجل بيكتب لهم اغنيه وحشتوني اللي بتنزل طبعا في الفيلم وبتكسر الدنيا. بيخرج سيد مرسي من المستشفى وبيكمل حياته عادي جدا، وكان معروف عنه ان هو في حياته الشخصيه بيحب البتنجان المخلل، ومن كتر حبه فيه كتب اغنيه او مونولوج غناه محمود شكوكو كان بيقول فيه البتنجان ابو خل ده لذيذ الطعم بشكل وبيفتح نفسك على الاكل، انا نويت لي افتح لي محل للبتنجان ابو خل. وبيكمل سيد مرسي بعد كده حكايته مع الاغاني والمطربين والملحنين لحد ما يجي يوم 22 يوليو 1995 وبيتوفى سيد مرسي بالظبط عن سن 65 سنه، سايب وراه تاريخ فني كبير جدا جدا عايش لحد النهارده. كان مهم نطلع ونتكلم ونقول الحقيقه ان الاستاذ سيد مرسي ما اشتغلش مكواجي، الراجل اشتغل مره واحده بس، هو كان موظف في شركه مصر وفون اللي كان بيملكها الاستاذ محمد فوزي، مع احترامي طبعا لمهنه المكواجيه اللي طلعت طبعا فنانين كتار جدا، مش مكواجيه بس، النقاشين وميكانيكيه، اي صنعه في الدنيا وارد جدا يطلع منها اي موهوب ويكون عنده موهبه تتقدم للناس يعني، دي الحقيقه. وان شاء الله باذن الله اشوفكم في حلقه جديده فاحكي لك الحكايه، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.